اقول لكم الحقيقه، انا شفت مباراه منتخبنا امام الارجنتين 3 مرات بنظره حسابيه بسيطه. فوز منتخبنا سواء في مباراه المكسيك او بولندا هنديها للدور 16 رسمي، بس بصراحه انا بقى طموحي دور الثمانيه. منتخب الارجنتين اقوى من المكسيك واقوى من بولندا، بيتهيألي في دور 16 مش هنقابل منتخب اقوى من الارجنتين حسابيا. كل تطلعاتي ازاي نوصل دور الثمانيه، نثبت ان احنا عندنا مجموعه من الابطال واولها المدير الفني رينات. مباراه للتاريخ، مباراه العمر، مباراه حلم بمعنى اصح. كلنا كنا متخيلين هنخسر من الارجنتين 5 6 7، لكن الواقع بيقول ان احنا عندنا لعيبه فعلا ابطال بمعنى الكلمه. مناسبه كلها 4 سنين. فعلا المصاريف اللي كانت على المعسكرات ما راحتش على الفاضي، كان كل فلوس بتدفع في اي لاعب كان يستحقها. كلهم فعلا ابطال. يا ريت نوصل دور الثمانيه، نحقق نتائج ايجابيه ونشرف كل الوطن العربي باكمله. بمعنى اصح احنا الحمد لله وبلا فخر بين حديث العالم. لو الحلقه دي عجبتكم يا ريت تنزل تحت تشترك في القناه وتعمل لايك. كان معكم شريف نزيه، كان تحليل مع كوتش. السلام.